بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبدأ على بركة الله. اليوم جيت نعاود لكم قصتي. أنا ابتهاج، عندي 28 سنة، بنت مدينة بني ملال، وبالضبط من فقيه بن صالح. أنا با ملالي، أمي مزابية. حنايا كنا 4 ديال الأخوت، 3 ديال البنات وولد. كان خويا هو الصغير وانا كنت هي الوسطانيه. كنا عايشين حياه عاديه وبخير وعلى خير. انا الوالد ديالي كان في الديار ديال المهجر، ولكن قربش ما ياخذناش معاه، خلانا في المغرب مع الوالده، وهو كيمشي وكيجي عندنا. وكانت عايشه معنا جداتي. بقينا عايشين الحياه ديالنا عاديه وبخير وعلى خير، بحالنا بحال جميع الناس. صراحه الله ما كتخصنا حتى شي حاجه، حيت الوالد كان مهلي فينا ديال بصح، وكنا كنقراو بريفي، يعني ما كنقراوش في المدرسه ديال المخزن. قرينا مزيان، وانا قريت الابتدائي ديالي والاعدادي ديالي والليسي في فقيه بن صالح. منين ساليت طلعت لافاك. ملي طلعت لافاك كما كتعرفوا المدينه ديال فقيه بن صالح هي واحد المدينه صغيره بزاف، يعني ما يمكنليش نقرا فيها لافاك. مشيت لافاك، قريت لافاك في مكناس. هنا فين غتبدا القصه ديالي في لافاك. انا ما نكذبش عليكم، كنت واحد البنت اللي زوينه بزاف، غير السالف ديالي تحل فيه فمك، وكانوا حجباني حرشين بزاف، وما كندير لا مكياج لا والو، عندي الجمال رباني. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس كيشوفوني وكيبقاو حالين فيا فمهم. لدرجه كانت كتقرا معايا واحد المكناسيه، كنت كنمشي معاها دائما نهار الجمعه ديال الدار ديالهم. كنت كناكل معاها كسكسو وكنمشي معاها للحمام. صراحه كانوا كيتهلاو فيا ديك الناس بزاف، وكانت كتقول لي امها ما كرهتش يا ابتهاج، ما كرهتش تكوني العروسه ديالي. ولكن انا بحكم كنت شفت خوها وشفت البليات ديالو وداكشي، ما نقدرش نونجاجي في هذا الزواج. كنت كنقول لها خالتي انا كان عندي عزيز عليا بزاف وما نكرهش تكوني حماتي، ولكن ما نقدرش، انت عارفه ولدك. كتقول لي ايه انت عزيزه، وانا عارفه ولدي اش كيسوى، وما نقدرش نضيع الزين ديالك في البليه ديال ولدي. المهم بقات الحياه هكاك، وبقيت كنقرا في لافاك حتى العام اللي عندي دوزيام اني. في العام اللي عندي دوزيام اني واحد المره مشيت عند صاحبتي نتغداو، كنا جالسين حتى شويه ويدخل واحد المراه. دخلت واحد المراه، جات جلست معنا وهي تسول امات صاحبتي، قالت لها شكون هي هاد البنت، واش هاد البنت من العائله ديالكم؟ قالت لها لا، هاد البنت راه صاحبه بنتي كتقرا معاها وكتجي تاكل معنا كسكسو نهار الجمعه. المهم ديك المراه بقات كتشوف فيا وتقول لي واش ممكن تعطيني لمرتك؟ قلت لها علاش انا نعطيك لمرتي؟ قالت لي عطيني لمرتك وماشي شغلك. انا صراحه لا ما قدرتش نعطيها النمره، قلت لها اسمحي لي ما قدرتش نعطيك النمره ديالي صافي، ومشيت في حالي. مورا اللي مشيت في حالي لغد لي جات صاحبتي وهي تقول لي واش عرفتي ديك المراه اش كدير؟ قلت لها اش كدير هاد المراه؟ قالت لي ديك المراه سمساره. قلت لها ويلي على سمساره ديالاش؟ قالت لي هذه سمساره ديال الزواج، كتجيب عيدك من الرجال اللي لاباس عليهم وخصوصا الخليجيين. قلت لها لا لا اختي، انا ما خاصني لا جواج لا والو، ما خاصني لا خليج لا والو، انا خاصني غير المغرب ونجلس في حالي. المهم دازت الايام، وفوق ما مشيت عند صاحبتي كتجي ديك المراه وكتعاود انسيست عليا باش نعطيها النمره ديالي، ولكن انا ما بغيتش نعطيها النمره ديالي. دازت الوقت، واحد النهار ملي حمقات لي راسي بزاف انا نقول الله تنعطيها النمره، شنو غدير بهاد النمره كاع؟ عطيتها النمره ديالي، وكي مشيت وصلت للدار اللي كنت كاريه فيها وهي تصوني عليا. بقات شحال كتهضر معايا، شي ساعه ونص كتهضر معايا. قالت لي شوفي انا عندي لك واحد الراجل، انا كي شفتك عرفتك انت هي المراه اللي غتكوني لهذا الراجل. قلت لها كي داير هذا الراجل؟ قالت لي هذا الراجل قطري، وهو بغى يتزوج بنت مغربيه، وكان خاصو ضروري من الشروط ديالو هاد البنت المغربيه اللي يتزوج بها تكون قاريه، ما بغاش شي وحده ما قارياش. قالت لي هو ماشي كيقلب صراحه الله على الزين، خاصو القرايه هي اهم حاجه. قالت لي حيتاش عنده واحد الشركه في كازا، والمراه اللي غيتزوج بها المغربيه هي اللي غتسير ديك الشركه في كازا. المهم بقات كتهضر معايا. انا صراحه الله بقات بزاف ديال الحوايج اللي تقولهم ليا بقاو جاوني في شكل، ولكن بقيت معاها في الموضوع. وانا نقول انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه، انا خصني ضروري نتشاور مع العائله ديالي وديك الساعه ترد عليك. قالت لي خدي الوقت ديالك حتى تشاوري عائلتك وديري داكشي اللي بغيتي كامل. ولغد لي تلاقيت صاحبتي في لافاك، وانا نقول لها اللي قالت لي جارتكم، اللي قالت لي قالت لي سيري كون انا منك. قالت لي انا تقول لي ما نفكرش، نقولها صافي غدا جيبيه صافي. وزات زيغاتني ديال بصح، وصونيت على ماما وعاودت لها الموضوع من الاول حتى الاخر. ماما تا هي ما من العاكزين، خصوصا حنا عندنا في المنطقه البنت الا فات 19 عام وما تزوجاتش راه بايره، اذا خاصها تتزوج صافي. ماما بقات عليا مالكي بحالك بحال البنات، واش انتي هاد البنات هادو اللي غتزوجوا احسن منك
اش قضيتي بهذا الزين، واش قضيتي بهذه القرايه الا ما تزوجتيش؟ قالت كتنكر عليا صراحه الله عمرات لي داكشي في بالي. صافي صرت للمراه ميساج قلت لها صافي انا موافقه، ولكن الشرط ديالي خصني نتلاقى هاد السيد ونهضر معاه. قالت لي خدي داكشي اللي بغيتي وتشرطي داكشي اللي بغيتي. قالت لي انا غنعطيه النمره ديالك وهو يهضر معاك وديك الساعه انت وياه تتفقوا. وفعلا من بعد يومين اتصل بيا السيد، بقى كيهضر معايا، قدم لي راسو شحال عنده من سنه، عاود لي الديتاي ديال حياته، وبقى كيهضر معايا وقال لي انا علاش اختاريت بنت تكون قاريه، حيتاش انا الاغلبيه ديال الكليان ديالي راهم مجالسه كيهضروا لونجلي. قلت لي انا ما عنديش مشكل حيتاش انا اصلا كنقرا ادب انجليزي، يعني ما عنديش مشكل انا في لونجلي نهائيا. صافي بقيت كنهضر انا والسيد، صراحه الله ارتحيت له بزاف. قال لي ودابا منين عرفتك وعرفتيني غادي نعطيك واحد المده فاش غنجي للمغرب، غنتلاقى انا وياك ونهضروا وتشوفيني فاس فاس، ارتحيتي ليا غنمشي لداركم وندير الواجب، ما ارتحيتيش ليا كل واحد يشد طريقه. وفعلا داكشي اللي كان. جا السيد بعد 2 الاسابيع بالضبط، جا السيد تلاقيت انا وياه وجا عندي المكناس، خرجت انا وياه جلسنا في واحد الكافي، بقيت كنهضر انا وياه، صراحه الله ارتحيت ليه بزاف. الغد اللي عاوتاني تلاقيت انا وياه وداني لواحد الريستورون ما نقولش لكم. بزاف ديال الناس غيقولوا الطمع هو اللي خلاني نتزوج، ولكن انا ماشي الطمع اللي خلاني نتزوج، العقليه ديال السيد هي اللي خلاتني نتزوج به. المهم دوزنا واحد اليومين كانت زوينه بزاف. قال لي ودابا شنو اش بان لك، غتزوجي بيا ولا ما تزوجيش بيا؟ قلت له انا صراحه الله دابا اقتنعت فيك 100%. وقال لي كان داك النهار الاربعاء، قال لي دابا اختاري شنو هو النهار اللي بغيتي نمشي معاك لداركم. قلت لي دابا وسط ديال السيمانه وكنقرا، يعني خليتها الجمعه ونهود انا وياك، وديك الساعات هي داك السبت والحد نقادوا الامور. فعلا كان ديك الساعات السبت والحد. عيطت لماما وقلت لها شنو كاين، ها اللي كاين قالت لي مرحبا به. فعلا وجدوا وكل شيء. وجا النهار ديال الخطبه ما كانش بابا، ولكن كانوا حاضرين عمامي وعماتي وخالاتي، العائله كامله حاضره، وبابا كان حاضر على ابل فيديو. صراحه الله العائله كامله شجعوني عليه، كلشي كيقول لي هذا السيد مقبول من الوجه ديالو باينه فيه الله يعمرها دار. دوزنا الخطبه ومورها سيمانه تقريبا قال لي خصنا نديروا العقد باش نقدر ندير انا وياك بزاف ديال الحاجات ومن بعد نديروا العرس. فعلا درت العقد. اول ما درت العقد طلب مني واحد الحاجه، قال لي دابا توقفي القرايه نهائيا وغتمشي ديري ديبلوم ديال جيستيون دونتربريز. قال لي حيتاش ملي يكون عندك الدبلوم غتقدري تسيري المشروع اكثر ما انت ما قارياش لا جيستيون. فعلا داكشي اللي كان. مشيت وفي كازا في واحد المدرسه خاصه كنت كنقرا جيستيون دونتربريز، وبقوه الفلوس اللي خلص عليا ديال بصح كيقراوني النهار كامل، وعاد عندي ساعات اضافيه ديالي بوحديتي، وكان عندي اساتذه خاصين ليا. المهم انا كنقرا وانا في الجواج وانا كنشوف البروجي، كنمشي. هو كانت عنده واحد الوكاله ديال العقارات كبيره في كازا كيبيع الفيلات فقط. صافي بقينا هكاك 6 شهور على الخطبه ديالنا. صافي قررنا باش نديروا العرس. فعلا درنا العرس وفرحوا معنا العائله والحباب وكل شيء. ومن نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه، هو كان مزوج وعنده المراه ديالو الاولى، ولكن المراه ديالو الاولى ما كتولدش، وهي اللي عطاتو الموافقه باش يتزوج المراه اللي بغا. وفي العرس كانت المراه ديالو. ما نكذبش عليكم انا اول ما شفتها واخا ديك الظرافات ديالها وديك التحلوين ديالها وداك الشيء ما ارتحيتش ليها. غادي تقولوا لي هذا الشيء عيب في عيل ديال الدريرات، انا ماشي في عيل ديال الدريرات. ديك السيده ما ارتحيت لهاش نهائيا. وداز العرس وبقات معانا هي في الهوتيل وحنا في الدار ديالنا، غير كتجي كتاكل معانا وكتمشي. دوزت معنا 20 يوم ورجعت بحالها. دوزت واحد الوقيته وانا خدامه، وصراحه الله كان الحمل كثير عليا وما قدرتش نخدم بوحديتي، وهو مره في المغرب مره في بلادو. بقيت هكاك حتى دازت عام ونص على الزواج ديالنا. وواحد النهار لقيت راسي حامله. ملي لقيت راسي حامله قال لي هنايا ما نقدرش نخليك في المغرب، غادي نديك معايا باش هنا نكون بيك ونشوف قدامي، وما نقدرش كل ساعه نبقى نجي للمغرب. وفعلا مشيت. جات الساعه اللي سافرت فيها ومشيت لقطر. صراحه الله نهار اللي كنت غاديه في الاول ما قدرتش نمشي بوحديتي، مشات معايا ماما وبقات معايا 3 شهور. 3 شهور وهي معايا، ولكن صراحه الله ما قدرتش نولف داك الجو، حيتاش المناخ ديال المغرب والمناخ ديال قطر لا علاقه ببعضياتهم. ماما سالت 3 شهور ديالها ورجعت، حيت قالت لي ما نقدرش نخلي خوتك ونبقى مقابلك انت.
قالت لي حداك الساعات ملي تقربي تولدي ونجي عندك. فعلا بقيت في قطر، وكنت ساكنه انا في الطبق الاول والضره ديالي كانت في السفلي. صافي المهم انا وياها ما بيناتنا حتى شي علاقه، ما كنشوفها ما كتشوفني، كل وحده كتاكل في الدار ديالها، وهو نهار عندي نهار عندها. بقات المده كدوز هكاك حتى وصلت 6 شهور. ملي وصلت 6 شهور بقاو كيجيوني شي اعراض، ما نكذبش عليكم، شي اعراض اللي ما تقدروش ما يحس بيها حتى شي واحد الا اللي مجربهم. اول حاجه بقيت كنحس داكشي اللي في كرشي ما كيتحركش نهائيا، وثاني حاجه بقات كتجيني بقيت كنشوف عيد ظلام، وكنبكي واحد الغمه على قلبي، وكنبقى نغوت بحال الحمقى، لدرجه ان الراجل ديالي داني لطبيب نفسي. ملي داني لطبيب نفسي قال لي هذه عندها شي ازمه نفسيه هي اللي خلاتها دير بحال هكا. وفي الاول قال لي زعما حيتاش بدلتي المناخ ومشيتي من المغرب داكشي اللي خلاك زعما تولي عصبيه لديك الدرجه. زدت ورجعت عاوتاني وبقيت كنشرب ديك الدواء. صافي دازت واحد المده ما بقاش كنحس داك الجنين كيتحرك نهائيا. منين رجعت عند الطبيب قال لي داكشي اللي في كرشك راه مات. صافي وزولوه ليا. ملي زولوه ليا ما نكذبش عليكم جاتني الفقصه ديال الولاده الولاد اللي مشاو لي من كرشي، فقصه ديال بزاف ديال الحاجات. وبقيت هكاك مريضه نهار على نهار، تصوروا ناعسه الا كنت مغطيه كيجيب لك الله واش حتى شي واحد ما ناعس تما. ضعفيت لواحد الدرجه ما تصورش، من وحده كانت كتوزن 84 كيلو لوحده كتوزن 38 كيلو. طاحوا لي الشفرين، طاحوا لي الحجبان، وليت بحال عوا، عرفتي عوا، وليت بحال عوا. دازت عليا وديال بصح، ما نكذبش عليكم، دازت عليا وديال بصح وما عرفاش شنو عندي. ومن بعد صافي ملي كنمشي عند الطبيب كيقول لي عندها تسمم غذائي، وانا تسمم غذائي وما كناكل حتى شي حاجه ما كناكلها. بقيت هكاك حتى واحد النهار منين هضرت مع ماما قالت له ماما والو، جيب لي بنتي وانا غنعرف اللي اشنو بها. صراحه الله جابني للمغرب. ملي جابني للمغرب عاوتاني عند دوامه وحده اخرى، حيتاش اول ما شافوني كلشي كيقول لي هذا التوكل اللي عندك، ولا ملي غيجيني التوكل وانا كناكل بوحديتي كلشي. المهم بقيت في هاد الطريق ديال التوكل، مشيت عند الناس اللي كيعبروا التوكل داكشي كياكدوا لي ان عندي التوكل، وكان انا رد ديك التوكل قلبي سخف والو. صافي بقيت هكاك كنحس براسي الموت كتجيني تدريجيا، لدرجه ان الوالده ديالي بكات عليا في الحياه ودات الجنازه ديالي وانا باقا حيه. كلشي كيتجمع عليا وكيتسناو امتى الروح ديالي تخرج. بقيت هكاك حتى لواحد النهار كان واحد الراقي معروف بزاف في المغرب، وخصوصا في لي ريزو سوسيو. شويه سمعته واحد بنت خالتي كيهضر على واحد الحاله متشابهه للحاله ديالي، وجات ورات لماما فيديو، وماما خدات النمره ديالو وصونات عليه. قال انا ما نقدرش ندير لها شي حاجه في التليفون وخصك ضروري تجيبها ليا. فعلا شتينا الرونديفو ومشينا عنده. ملي مشينا عنده السيد بقى كيقرا عليا القران. ملي كيقرا عليا القران كنتعوج وبديت كنهضر بواحد اللغه واحده اخرى ماشي العربيه. هو ملي بديت كنهضر بديك اللغه قال البنت عندها السحر، وهذا السحر ماشي ديال العرب نهائيا. قالت لي ماما وين علاش السحر ماشي ديال العرب؟ قال هذا السحر عندها السحر الاسود، وحنا ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه السحر الاسود حيت حنا داك الجن ما يمكنناش نتواصلوا معاه حيت ما كيعرفش العربيه. صافي هنا قلبي كحال عليا وزدت ديال بصح، كفرت ديال بصح. وملي جينا بقينا كنهضروا معاه على كيفاش السحر الاسود، هو بقى كيهضر معنا ويقول لنا ما عرفتش كيفاش زعما في المغرب السحر الاسود. هو السحر الاسود قالنا معروف في الخليج، كي قالنا معروف في الخليج. صافي انا ما نكذبش عليك قلبي تخبط عليا ديال بصح. ملي جيت للدار وعاودت الراجل شنو قال لينا الراقي، ويقول لي نقول لك واحد الحاجه وما يبقاش فيك الحال وما تعصبيش. قلت له شنو؟ قال لي انا مراتي كل نهار كتسولني واحد السؤال واحد، كتقول لي واش باقي ابتهاج ما مات. ملي واحد الانسان كيسول عليك انك متي يعني هذا الانسان هو بغاك فعلا تموت. قال لي من واحد النهار ملي بقيت كناكد عليه نقول علاش كتسولي واش مات ولا ما ماتش؟ كتقول لي حيت كنشوف الصحه الصحيه ديالها ماشي هي هذيك، وكان عندي الشك بانها هي اللي دارت لي شي حاجه، وكنقول الله اعلم ان بعد الظن اثم. وفعلا بقيت مده وانا مع الرقات في المغرب والو، حتى شي واحد ما قدر يدير لي حتى شي حاجه. ملي قلت له انا ها اللي كان قال لي شوف انا غادي نتكلف بهذا الشيء. ولا جاب لي واحد من باكستان حتى المغرب، تكلف ليه بالطياره ديالو بلوطيل ديالو بداك الشيء كامل ديالو بديك المده ديال الاقامه ديالو في المغرب حتى وليت لاباس. وفعلا الحمد لله
جاب الله الشفاء على طريق هذاك الباكستاني وحيد مني السحر. ولكن النصيحه اللي نصح داك الباكستاني الراجل ديالي، قال له ما خاصهاش مازال تمشي ترجع لتما، حيتاش لا رجعت لتما عاوتاني غيعاودوا لها نفس السحر وتولي عندها نفس الحاله. ما نكذبش عليكم، نهار اللي وليت نحس براسي مزيانه وبخير وعلى خير، قررت باش انني نهضر مع الضره ديالي ونبين لها بانني انا بخير وعلى خير. فعلا وصلت على ابي الفيديو، هي اول ما شافتني تصدمات، قالت لي بريتي؟ قلت لها بريت وليت بخير وعلى خير. قالت لي انا ما كرهتش نشوفك ميته، ما كرهتش نشوفهم دفنوك. هي واحد الجهه من حقها حيت انا الضره ديالها، ولكن انا ماشي انا اللي اختاريت باش نكون المراه ديالو، هي كانت موافقه. يعني الا ما كنتش انا غتكون مراه وحده اخرى. وصافي بقيت جالسه في المغرب، ما كنفكرش مازال نرجع لقطر. شنو ما كان، الحمد لله دازت الوقت وليت بخير وعلى خير. انا الان لطفلين، وكذلك انا اللي مقابله البروجي ديال الراجل ديالي في المغرب. الحمد لله خدامين معايا بزاف ديال الناس، والحمد لله التجربه ديال السحر خلاتني نعرف بزاف ديال الحاجات ونبقى نرد البال من اقرب الناس ليا. هذا الشيء علاش كنقول لكم ردوا البال، خصوصا رد البال من هذاك العدو ديالك مره، والصديق ديالك رد منه البال مليون الف مره. ايوه كي جاتكم القصه ديال الابتهاج، صراحه الله كما كنعرفوا الخليج بزاف كيهضروا على اساس ان المغربيات هما السحارات، وانتم عندكم الخير موجود تبارك الله. يعني ماشي في المغرب اللي كاين السحر كاين بارتو، ولكن باش الانسان يحاول يأذي شي انسان بالطريقه هذه ما شي حاجه اللي خايبه وبزاف. المهم اللي نبغي نقول لكم ما تنساوش لي لايك لي فيديو، وكذلك البارطاج للقصه مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، وكذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه باش تكبر العائله ديال خلي قصتي للعبره. ونقول لكم خليو قصتي عبره، والسلام عليكم ورحمه الله.